كل سنة وانتم طيبين يا جدعان بمناسبة رمضان وعيد سعيد عليكم. تمام. جاي النهاردة اعلمكم ازاي تخلوا الحمام كله يحب بعضه او كله يعرف بعضه، عشان لو في حاجة مثلا طارت وشافوا اخواتهم يجري عليهم ويعرف مكانه ويحفظ بيته والكلام ده. هعلمكم ازاي من الغية او من على السطوح زي ما انا عامل كده. من على السطوح هتمسك الحمام بتاعك، تحطه بنفس الطريقة دي في قلب عين، في قلب سلاكة، بس يكون مكان مكشوف حواليه زي ما انتوا شايفين. تمام. هتقولي ليه؟ اقول لك الحمام بيحفظ شكل بعض وبيحب بعض، عشان لما يجي اسايب الزغاليل دي الدكورة ما تفضلش تزوم عليها والكلام زي كده، والزغاليل تطفش من مكانها. فالحمام كده كله بيتعود من بعضه. طب خلاص كده فهمنا ازاي انت بتحبب الحمام في قلب السطح. طب على الغية، الغية بقى اللي انت هتعمل ايه؟ هتعمل نفس الحكاية دي اول يومين. هتشد شبكة القمراية وتسيب حمامك اللي انت مطيره، وهتعمل نفس الحكاية اللي انا عاملها زي كده، اللي انت بتمسك القفص وتحطه في قلب الغية بس، وتسيب بقية الحمام وتحط الحمام اللي انت لسه جايبه في قلب السلاكة او العين او الكلام زي كده. تمام. بعد اليومين او التلاتة هتسيبهم ساعة مع بعض، ساعتين. بعد الساعتين تروح بعد اليومين قصدي، اللي انت بقى تمسك الحمام اللي لسه جايبه جديد، تروح مسيبه مع الحمام في الأرضية، ما تحبسوش، وسايب كل الحمام مع الأرضية، خليه يتعود على بعض. يعني انا الزغلول ده كان لسه مضروب مني وجالي امبارح، كان طاير وهو زغلول جامد، معرفش ازاي رجع اصلا. تمام. فلوسه حلال. هو ده زغلول يعني ولاد الاهالي اللي هناك. تمام. فدي الطريقتين اللي انا بتعامل بيهم. طب ايه الطريقه التانية؟ لو انت جبت حمام كبير في السطوح وعايز تطيره. تمام. انا بتعامل بطريقه بقى معينه. ايه هي الطريقه المعينه عشان اطير حمام دشار من على السطوح او كده؟ بجيب دكر او نتايه، لازم يكون دكر ونتايه. تمام. يعني النتايه الجمعيه دي طايره عندي. جبت بقى الدكر الاسترالي ده، استنى اسيبه بس يطلع. بصوا، عشان بس همسك لكم اي فرد من دول. ثانية. انا دلوقتي جبت حمام كبير وعايز ادشره في قلب السطوح او غيه او الكلام زي كده. بتخرط الفرد. هتقول لي يعني ايه خرط؟ هقول لك اللي انت تمسك اول حوالي 8 ريشات او 10 ريشات، بتشدهم مش بتقصهم. تمام. فهو بدأ بيطلع اهو، يعني ده كمان 3 ايام او 4 بالكتير هتلاقيه طار. بص جناحه، انتوا بتقصوا جناح واحد، الجناح التاني سليم زي ما انتوا شايفين. ده فرد اهو، ونتايته فين؟ تمام، هي نتايته هنلاقيها يعني. فانتوا شايفين هو دلوقتي مش هيطير، بس لما يجي هشد ريشه واعوده في قلب العين او في قلب الحمام في الارضيه، هياخد عليه وهيحب المكان بتاعه او كده. تمام. وبرضو اللي هو خلاص حفظ المكان بتاعه وحب الحمام وخلاص ريشه طلع فيه، او النتايه طلعت ورا اهي. اهي كبر لكم الزوم عليها. تمام. عشان ايه؟ لما يكونوا قص بيبقى احسن ما يكونوا فرد. هتقولي ليه؟ اقول لك الذكر لما يجي يطير بيبقى عارف ان نتايته هنا، فبيطير وينزل لها. النتايه برضو كذلك. انت فاهمني؟ فهي موضوع الحمام كله ببساطه اللي هي عايزه بس اللي انت تفهم الحمام عايز ايه، او الحمام بتاعك دماغه ماشيه ازاي. يعني بصوا، الذكر الاسترالي عايز يطلع على النتايه فوق اهي. بصوا لو انتوا شايفين على حركاته، هو هيموت، عايز يطلع. تمام. هو برضه ريشه نفس الريش التاني، خلاص يعني قرب يطير، يعني بقى قدامه 3 ايام بالكتير وهتلاقيه طار. تمام. فدي كم معلومه حبيت برضه انبه عليها، ولو ريت في اي حاجه انتوا مش فاهمينها في الحمام او حاجه انتوا عايزين تعرفوها، انا موجود. ويا ريت تكتبوا لي في التعليقات لو فيها اي حاجه ناقصالكم. تمام. فده ملخص دشار الارضيه او دشار الحمام الجديد او كام زي كده. تمام. يا ريت بس يكون المعلومه وصلت صح. ماشي، وشكرا. كل سنه وانتم طيبين يا جدعان بمناسبه رمضان.